كده شارع الشيخ زايد. الكوبري طويل جدا جدا، مش عارف هل تقدروا يكون في محطة للاير تاكسي بتوصلنا لدبي، واشجار في كل حتة. المايه طبعا مش محتاجين نتكلم، المايه حوالينا افريج السعر 1.2 1.3 في الحدود دي. احنا موجودين فين دلوقتي؟ احنا موجودين المفروض في وصلنا سينايا ايلاند. احنا جوه دلوقتي الايلاند. السلام عليكم ورحمة الله، ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمر فخري. النهاردة هنشرح مع بعض مشروع سينايا كامل من شوبة. طيب احنا موجودين فين دلوقتي؟ احنا موجودين المفروض في عمارة أم القوين، بالظبط 5 دقايق من جزيرة المرجان اللي في راس الخيمة. طيب من مكان ما أنا واقف أو الشارع ده هو المدخل الرئيسي بتاع الماستر بلان. هنا بنتكلم ان الماستر بلان دي حوالي 16 مليون قدم. اوكي، بنخش من هنا، احنا بنسوق حوالي 7 ل 8 دقايق داخل الميه. هنا ده الشارع ده بيكون 4 حارات رايح و4 حارات راجع. قبل ما نخش في التفاصيل تعالوا نعرف مين هي شوبة. شوبة زمان كانت المفروض ان هم كونتراكتورز، وكانوا بيبنوا مع نخيل وعندهم مشاريع كتير جدا، بس بدأوا مع نخيل في ديستريكت 1. ثم بعد كده عملوا اول كوميونتي ناجح جدا ليهم، وهو شوبة هارتلاند 1 اللي احنا موجودين فيه النهارده، اللي موجود فيه السيل سنتر ده. بيمتازوا شوبة بحاجتين: الكواليتي الرهيبه بتاعه الحاجه اللي بيسلموها، تاني حاجه الوقت بتاعهم. دايما بيسلموا ساعات 6 شهور وساعات 9 شهور قبل موعد الاستلام. ده اول حاجه. احنا بنخش من المين رود ده. بعد كده عندنا حاجتين: عندنا البيتش ريزيدنسز وعندنا المارينا ريزيدنسز. ليه؟ لان احنا هنا عندنا من اول الغرفه والصاله لحد ال7 بيدروم مانشنز، من اول غرفه وصاله لحد قصور 7 غرف. هنبدا اول عن الحاجات اللي موجوده كامينيتيز في الكوميونتي كلها، ثم هنبدا نتدرج ونروح نشوف ايه الكونفيجريشن اللي موجوده حاليا. عندنا هنا حاجتين: اول حاجه اوتيلات، عندنا اوتيل هنا وعندنا اوتيل الناحيه دي مكان ما انا واقف. هدول هيكونوا براندد اوتيلز، لسه مش معروف، مش عايز اقول اسامي لانه لسه مش كونفيرم، ولكن احنا بنتكلم في الترا لكجيريوس براندز. في الاوتيل اللي هناك ده هيكون في محطه للاير تاكسي بتوصلنا لدبي، ودي هتبقى المحطه عشان الواحد يروح من دبي الى راس الخيمه او ام القوين او كده. هي دي المحطه اللي بينزل عليها من دبي. المنطقه دي هيكون عندنا جولف كورس، فهنا في ملعب جولف خاص بالمشروع. ثم هناك عندنا مارينا، منطقة مارينا دي هيكون فيها يخوت، فدي منطقة اليخوت. والبنايات اللي حواليها اسمها المارينا ريزيدنسز. مش هيكون حواليها شاطئ، بس عملنا لها الشاطئ ده المفروض هيكون مخصص وبرايفت بس للريزيدنسز بتوع المارينا. تمام. والشقق الثانيه او العماير الثانيه، احنا بنتكلم هنا ان احنا ميد رايز، فاحنا بنتكلم انه 7 طوابق الى 10 طوابق بالكتير. دول هيكونوا ليهم الشواطئ بتاعتهم. زي ما انتم شايفين هم اصلا بيبصوا على الشاطئ، كان فرونت فيو او باك فيو، كله بيكون باصص على الميه. الفيلل زي ما احنا شايفين هنا بيكون في ال7 بيدروم مانشنز، بيكونوا هم على الكورنر. هنا اليوت كلاب هنا اليوت كلاب او هنا منطقه المارينا بالبنايات اللي حواليها. وفي نفس الوقت عندنا الفيلل بتبص على في لاجون، وفي اللي بيبصوا على دايركت على البحر. ده اوبشن موجود وده اوبشن موجود. وصلنا سينايا ايلاند. احنا جوه دلوقتي الايلاند. هنا المكاتب بتاعت المهندسين زي ما احنا شايفين، اوريدي في كونستراكشن، اوريدي الناس شغاله. هنا في اهو ادوات للكونستراكشن. الكرفانات في كل حته، كل منطقه جوه الجزيره فيها زي المكاتب بتاعت المهندسين، وبادئين الكونستراكشن على جميع المناطق. وطبعا لما بتخش بتاخد انك فيزيتور علشان في هنا سيفتي. احنا دلوقتي اهو شايفين اشجار المانجروف، وبعد كده عندنا الميه الناحيه دي. ان يكون عندك اوبشن ان قدامك جرين وبلو في نفس الوقت، دي حاجه مش موجوده يعتبر لا في دبي ولا في راس الخيمه. المانجروفز في كل حته من ساعه ما دخلنا، في كل حته من اول الانترنس لحد جوه اهو دخلنا للمكاتب والناس اللي شغاله، فهم الاشجار في كل حته. المايه طبعا مش محتاجين نتكلم، المايه حوالينا عامله ازاي، خصوصا في راس الخيمه وفي ام القوين اللي نزل قبل كده. البيتشز في الحتتين دول كويسين جدا جدا. طيب احنا دلوقتي المفروض على الكوبري اللي بيدخلنا على سينايا ايلاند. زي ما انتم شايفين هنا دي الارض، كده شارع الشيخ زايد. الكوبري طويل جدا جدا، مش عارف هل تقدروا تشوفوا كده ولا لا. الكوبري طويل، احنا بنتكلم في حوالي 6-7 دقايق بالعربيه، وانت سايق مثلا على سرعه 80 او
سوري على يعني 70 وانت داخل على سينايا. طول ما انت داخل بتلاقي زي ما انت شايفين كده، بتلاقي الاشجار المانجروف حواليك في كل مكان. حتى بصوا جوه عامله ازاي. مهما نخش ومهما نزوم ان ومهما نخش جوه بالعربيه هنلاقي انه الاشجار في كل حته، وبرده الميه. فاحنا الفيوز بتاعتنا كلها بتكون الاشجار والميه. ماكسيمم ممكن يكون في مثلا فيلا، فبيكون مثلا لو انا دلوقتي في الدور الاول او كده، فيلا هتكون هنا طابق، وقدامي بعدها الجرينري، قدامي بعدها الميه، وهكذا. فطبعا اوبشن زي كده ده مش موجود خالص خالص يا جماعه في دبي، ولا حتى في راس الخيمه، ولا حتى في اي اماره بالاسعار دي. تمام. زي ما انتم شايفين امينيتيز كويسه جدا، ارض واسعه جدا 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 حقيقي ضخمه، 16 مليون سكوير فيت، والشجر في كل حته، والميه في كل حته، والميه جميله، منطقه untouched undiscovered زي ما هم بيقولوا فعلا. فبس ده كل التفاصيل. ده الجولدن بوك بتاع شوبا، ده البروشور بتاع اول مشروع اليوم اللي هو شوبا هارتلاند 1. كانوا مدين هديه للشركه عندنا بسبب النجاحات اللي احنا حققناها مع بعض احنا وشوبا. هاويفر خلينا نتكلم دلوقتي في الكونفيجريشن وفي الاسعار اللي موجوده في منطقه سينايا ايلاند، الاسعار، الاستلام، خطه الدفع، الكلام ده كله. طيب احنا هنراجع كده بس مراجعه بسيطه، خلينا نحط ده هنا كده. هنراجع مراجعه بسيطه قبل ما نخش كده، ان احنا عندنا مساحه الماستر بلان كلها 16 مليون قدم. عندنا الدخول والخروج 4 حارات داخل 4 حارات خارج. تمام. عندنا بيتش ريزيدنس بتكون بتطل دايركت على البيتش، وعندنا مارينا ريزيدنسز بتكون بتطل دايركت على المارينا. وبتوع المارينا ليهم بيتش خاص، وبتوع البيتش ريزيدنس بيكون عندهم بيتشز كبيره جدا، مش محتاجين اصلا بيتش خاص، لانه البيتش اكسس مفتوح بينزل من البنايه على البيتش. عندنا 2 اوتيلات موجودين، او 2 يعني زي ريزورتس هوتيل موجودين في الماستر بلان. في نقطه اير تاكسي بتوصل دبي بمنطقه ام القوين والشارقه، سوري منطقه ام القوين وراس الخيمه، علشان انا لو حابب اروح راك، فدي النقطه اللي بتوصلني لدبي. تمام. الفيلا عندي من اول 4 غرف لحد قصور ال7 غرف. عندي هناك ملعب جولف كورس، عندي هناك يوت كلوب، وعندي برضو هيكون في محميات طبيعيه، لانه الجزيره كلها على بعض جزيره طبيعيه مش مان ميد زي البالم جميره او بالم جبل علي او دبي ايلاند. دلوقتي بقى عندنا الكونفيجريشنز، عندنا من اول 1 بيدروم لحد 7 بيدروم مانشن. ال1 بيدروم مساحتها بتكون في حدود ال 590 600 621 في الرينج ده، بس اسعارها بتبدا من كان السعر القديم 1.1 1.15 الى نقدر نقول انه افريج السعر 1.2 1.3 في الحدود دي. طيب لل2 بيدروم الاسعار بتاعتها كانت بتبدا من 1.65 1.7، وعلت اسعارها، او طبعا برضو على حسب الفلور، على حسب الفيو، على حسب الحجم بتاعها. فمش عايز اقول لكم ماركتنج برايس عشان ما يبقاش الموضوع اللي هو لو ما لقيناش البرايس ده يبقى خلاص. لا، بيكون في افريج وبيكون في رينج واسع بنشوف فيه الاسعار، بس احنا بنتكلم من ال2 بيدروم في حدود ال 1.7 الى 1.8 1.9. ال3 بيدروم نبدا من فوق ال 2 مليون 2.2 فيما فوق. بنلاقي 3 بيدروم بتكون كويسه، دور عالي طبعا، فول سي فيو. كده كده معظم الكونفيجريشنز كلهم سي فيو، ان كان 1 بيدروم 2 بيدروم او 3 بيدروم. طيب نبدا نخش على الفيلل. الفيلل بتبدا من 10 مليون و600 الف، تمام، لل4 بيدروم، وبنعلى لحد ال7 بيدروم مانشن بيكون 69 مليون درهم. خطه الدفع معروفه ثابته على كل حاجه شوبا، ان هي بتكون 60 40، 60% خلال الانشاءات و40% عند الاستلام. استلامات الشقق هنا امتى، او استلامات المشاريع امتى؟ احنا بنتكلم الاستلامات في حدود اخر 2027 اول 2028. هتلاقوا لينك في الديسكربشن في لو محتاجين اي كونسلتيشن علشان نشوف اذا كان المشروع ده كويس ليك، محتاج تستثمر فيه خلال ما احنا في الفتره دي. ممكن اساعدك طبعا في حاجه زي كده لو ده مناسب ليك. لو لا، ممكن نشوف مع بعض مشاريع تانية، او لو مجرد بتفكر وعايز كونسلتيشن نشوف ايه الاوبشنز اللي موجوده في السوق، فاكيد يسعدني جدا ان احنا نتواصل. هتلاقوا اللينك في الديسكربشن. ما تنساش تعمل لايك واكتب كومنت لو بتسال حاجه عن البروجكت، واكتبوا لنا في الكومنتس برضو عايزين نشرح مشروع ايه المره الجايه. ما تنسوش السبسكرايب. شكرا كتير ليكم.